السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا ربي الكل بخير. رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة وإن شاء الله راح يعجبكم. راح نسوي اليوم الخفيفي بطريقة سهلة وراح نحشيها بالتمر، وإن شاء الله يا ربي يعجبكم لأن أنا متأكدة راح تحبوها هواية. هسه خلونا ويا المكونات اللي نحتاجها. هنا حبايبي عندي كيلو من الطحين ما يعادل تقريبا 5 أكواب. عندي رشة خفيفة من الملح وظرفين من الفانيلا وظرف بيكنج باودر راح ناخذ نص الكمية. عندي ملعقة كبيرة من الهيل المطحون، تقريبا عندي 3 ملاعق كبار من السكر، ملعقة كوب من الخميرة، وعندي هنا نص كوب من الزيت، زيت نباتي، عندي كوب إلا ربع من الحليب، وعندي أيضا قالب من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. بداية هنا عندي حبايبي راح أنزل الزبدة ويا الزيت، نخليها على نار هادئة على مود تموع براحتها، وبعدين نخليها تبرد. وهنا عندي كوب إلا ربع من الحليب السائل، راح أنزل عليها ملعقة كوب من الخميرة ويا السكر حتى تتنشط عندنا الخميرة بهذا الشكل. نخلطها ونخليها جنب تقريبا في 3 دقايق وبعدها تتنشط عندنا. هسه هنا بإمكانه راح أضيف كمية الطحين. طبعا أنا ضفت فوق الطحين الفانيلا ويا نص ظرف من البيكنج باودر، بس للأسف ما طلع بالتصوير. بعدها ضفت رشة ملح ويا الهيل المطحون. هنا خلطتها وبعدها نزلت الزبدة والزيت اللي موعناها. طبعا لازم تبرد، ما يصير تصير حارة. هنا راح أخلط الطحين ويا الزبدة والزيت كلش زين بهذا الشكل، أخليه تتلامس ويا الطحين. نفركها بالإيد بهذا الشكل، وبعدها راح نضيف المكونات الباقية. هسه أنا حبايبي سويت حفرة بالوسط، راح أنزل الحليب ويا الخميرة والسكر، وعندي هنا تقريبا كوب من المي الدافي أخليها بطرف. كل ما احتاجيت راح أخلي للعجين، يعني كمية المي ما أقدر أقول لكم إيش قد، لأن يختلف من طحين لطحين. هسه هنا شوية شوية دا ألم العجين وأضيف المي. تقريبا أنا أخذت عندي كوب إلا ربع، ما أخذت الكوب الكامل. هنا لميت العجين كلش زين مثل ما تشوفون، نلمها بهذا الشكل ونعجنها كلش زين لحد ما تتماسك عندنا العجينة بهذا الشكل وتصير ما شاء الله كلش حلوة وطرية. ونخليها بمكان دافي حتى تختمر. وهنا عندي ربع كوب من المي بقى ما راح احتاجها. وهسه راح نجي على الحشوة. عندي هنا كيلو من التمر المثلث، راح احمسها بشوية زبدة ورشة هيل وتصير عندنا جاهزة. حبايبي هنا العجينة تقريبا خليتها 40 دقيقة، ارتاحت كلش زين. هسه راح اجي اكورها بهذا الشكل وافتحها بيدي. طبعا كلش سهلة، يعني مو مثل الكليجة دوخة وهوسة، لا كلش سهلة بيدي. هنا خليت الحشوة بيها او التمر وكورتها وفتحتها بالشيبك بهذا الشكل، كلش سهلة. راح نسوي واحدة ثانية، همينة اخذ قطعة من العجين واكورها، بعدها افتحها واخلي شوية من الحشوة بداخلها، ومرة ثانية راح اكورها وافتحها بالشيبك بهذا الشكل، وراح اكمل كل الكمية على نفس الطريقة. هسه هنا حبايبي عندي صينية الفرن، فرشتها بورق زبدة ورصيت القطع بهذا الشكل، وراح انطيلها حركة بسيطة بالشوكة. وبعدها عندي بيضة، خليت شوية من الحليب السائل
راح امسح بيها وجه القطع كلها حتى تطلع عندنا هاي اللمعة الحلوة اللي شفتوها بداية الفيديو. وهنا عندي شوية من السمسم المحمص، طبعا هاي حسب رغبة، خليتها على وجه القطع وراح ادخلها الفرن حامي مسبقا من الاسفل. اول ما تاخذ لون بعدها نحمر الوجه وتطلع عندنا هاي الشكل الحلو، طعمه كلش كلش طيب، خصوصا ويا استكانة شاي، وترهم للسحور وترهم للعصرونية، الكل شي ترهم. جربوها بسهولة، راح تحصلون على أطيب طعم، والعجينة كلش كلش ممتازة، بيها قرمشة بسيطة بس بنفس الوقت حلوة ولينة مو كلش قوية. وهاي كانت وصفتنا اليوم حبايبي، إن شاء الله عجبكم، ويا ربي أشوفكم بوصفات أحلى وأحلى. لا تبخلون علينا بلايك وتعليق حلو مثل حضراتكم، وإن شاء الله أشوفكم بوصفة ثانية ومع ألف سلامة.